فيديو النهارده بقى يا صاحبي اعلمك ازاي تضيف ال10 فلاتر اللي انت شايفهم دول وبطريقه سهله جدا. يا صاحبي الفيديو بتاع النهارده مش هيعدي ال4 دقايق، انا جايب لك طريقه اضافه جديده عشان ما حدش بص، انتوا كنتوا الاول يعني الفيديو كان طويل، كنتوا كلكم بتملوا وكده، فجايب لك الفيديو النهارده 4 دقايق واعلمك ازاي تضيف الفلاتر. قبل اي حاجه انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله، وانت لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق. وعشان ما تقولش في المقدمه يا صاحبي، انا عايزك تسمع الفيديو 4 دقايق عشان تعرف ازاي تضيف الفلاتر وتعرف ايه الباسورد. فيديو 4 دقايق مش كتير، فاتاكد ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه، ويلا بينا على الشرح. قبل اي حاجه كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يا صاحبي هتحمل برنامج RER دوت وبرنامج اللايت روم، لو مش معاك البرامج ده هتلاقيها في الوصف عندي. بعد كده يا صاحبي هتدخل على برنامج RER، طبعا يا صاحبي الفلاتر هتلاقيها في الرابط اللي في اول تعليق وفي الوصف. بعد كده يا صاحبي هتدخل كده على برنامج RER عشان نفك الضغط بتاع الفلاتر. كل اللي عليك هتدخل على الداونلود. طبعا انت اول ما تحمل الفلاتر يا صاحبي هتلاقيهم نزلوا معاك في الداونلود. بقول لك هنا اهوت اجمد 10 فلاتر لايت روم ايفون للاندرويد، يعني فلاتر ايفون بس انت هتضيفها للاندرويد. طبعا لو انت ايفون وعايز تضيف الفلاتر دي عادي جدا، بس الشرح ده مش هينفع عليك، يعني شوف شرح تاني على القناه. طيب بعد كده تضغط على علامه الصح كده يا صاحبي تحددهم، وتضغط على السهم اللي هو باصص لفوق وتضغط على كلمه اوكي او كلمه موافق. اقول لك اكتب الباسورد، هتكتب الباسورد هيفك الضغط معاك على طول. هكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. بعد بقى صاحبي ما تكتب الباسورد زي ما انت شايف فك الضغط معاك، هتدخل كده هتلاقي الفلاتر كلها اسمها احمد بازوكا زي ما انت شايف. تمام، دلوقتي الفاضل اللي احنا نضيف الفلاتر لبرنامج اللايت روم بالطريقه الجديده. ازاي بقى؟ قبل اي حاجه يا صاحبي اول باسورد من الفلاتر هيكون 40. كل اللي علينا دلوقتي هندخل على اللايت روم، هتدخل بقى على اي صوره عندك. الاول كنا بندخل على مدير الملفات وكده، لا مفيش منه الكلام ده تاني ان شاء الله الفتره اللي جايه. الفلاتر كلها تكون قصيره كده. هتدخل بقى على اقوى 10 فلاتر اللايت روم اللي هو الايفون، هتجيب اي صوره عندك، صورتك او صوره اي حد اللي احنا نضيف عليها الفلاتر. بس الاول هتضغط على كلمه بريسيت، وبعدين تضغط على الثلاث نقط وتضغط على كلمه امبورت بريسيت. امبورت بريسيت. بعد كده يا صاحبي هتجيب الملفات، هتفتح الملفات عندك زي ما انت شايف، هتضغط على الكلمه دي كده وتجيب الداونلود اللي هو التحميلات بتاعه الموبايل بتاعك. زي ما انت شايف كده هتلاقي اجمد 10 فلاتر اللايت روم اللي احنا لسه فاكين الضغط من شويه. كل عليك هتضغط على واحد ضغطه مطوله وتعمل تحديد الكل، تعمل كده تحديد الكل وتضغط على كلمه تم. هتلاقي بدا يضيف الفلاتر معاك وبطريقه سهله جدا زي ما انت شايف كده، وضاف معانا الفلاتر. كل عليك بتضغط على كلمه يوزر بريسيت، هتلاقي معاك فلتر الايفون 1. يا جدعان الفلاتر جامده جدا، يعني عمري ما نزلت مجموعه فلاتر ايفون على القناه، بس بجد الفلاتر دي جامده قوي. وطبعا تاني باسورد معانا هيكون 90. فلتر رقم 2 بتاع الايفون، فلتر 3 ايفون. طبعا يا صاحبي انت ممكن فلاتر الايفون دي تلاقيها شبه لبعضها، لان فلاتر ايفون فاهم اللي هي كلها بتكون فيها صفار الايفون وكده، بس هتلاقيهم مختلفين على يعني على الصور بتاعتك هتلاقيهم مختلفين. زي انت شايف كده الفلاتر يعني على الصوره جامده. الفلاتر بجد يا جدعان 10 فلاتر جامدين قوي. انا عارف ان انا بقالي فتره ما نزلتش فلاتر وكده، بس بجد رجعت ب 10 فلاتر جامدين قوي. فانا قلت الباسورد بصوت وانا بشرح، وطريقه التحميل كلكم عارفينها. لو مش عارف طريقه التحميل في فيديو في الوصف ازاي تحمل الفلاتر. لو وصلت معايا لحد هنا يا صاحبي بقى ولسه ما عملتش اشتراك في الفيديو وما اشتركتش في القناه، اتاكد ان انت عملت لايك واشتركت في القناه. ولو حصل معاك اي مشكله تقدر تتواصل معايا على انستجرام، ارد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. وسلام يا اخواتي، اشوفكم شرح جديد.